السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أحمد من قناة فيك ساحل. والنهاردة هنعرف ايه هو الرو. وفي الفيديو اللي فات شرحنا الكولوم وعرفنا ازاي نستخدمه. لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات روح اتفرج عليه عشان ما يبقاش فايتك اي حاجة. ويلا بينا نخش على الرو. والرو هو عبارة عن ويدجت بنستخدمه في ايه؟ ترتيب الحاجات جنب بعض زي ما احنا شايفين كده. وفي حاجتين اساسيين، المين اكسس والكروس اكسس. تستخدمهم في ايه طيب؟ المين اكسس بيستخدمهم في ان هو ترتيب الحاجات بيبقى من الشمال لليمين، وهو بيبقى معتمد على العرض بتاع الشاشة، والديفولت بتاعه بتاع العرض ان هو يكون من الشمال زي ما احنا شايفين كده، هو من الشمال لليمين. الكروس اكسس الاينمنت بقى بنستخدمه من الطول، من اللي هو من فوق لتحت. وحاجه بقى تثبت في دماغك عشان دي نسمع وهتبان قوي في الكود، ان هو بتشكل بناء على اكبر شايلد موجود جواه من حيث الهايت. ويلا بينا نخش على الرو هو عباره عن ويدجت، وبرده نفس الكلام عنده الشيلدرن زي الكولوم، نفس الحاجات بالظبط بتاعت ايه الكولوم. الفرق ان هو ترتيب، ان هو بيترتب حاجات جنب بعض. يعني احنا عادي ممكن نشيل الكولوم ده ونحط مكانه ايه رو، ولا يحصل اي حاجه. بص نعمل كنترول اس اهو، بس الفرق ان هو ايه رتب الحاجه من الشمال لليمين. والاوبشنز اللي فيه المين اكسس بيبقى بالعرض، والكروس اكسس بتاعه بيبقى بالطول. مختلف، ده الاختلاف ما بينه وما بين الكولوم. تعالوا مثلا نخش على المين اكسس، مين اكسس الاينمنت، برضه نفس الكلام، مين اكسس الاينمنت دوت اوبريتور. تعالى مثلا نجيب السنتر، هيجيب الحاجات كلها ايه تبقى في النص، هيجيب كلهم في النص. دو ستارت هيخليهم كلهم ايه البدايه بتاعته بتبقى من الشمال زي ما شفنا في الصوره في الاول. الاند هيجيبهم كلهم على اليمين. وقلنا بقى زي المره اللي فاتت برضه سبيس ايفنلي وسبيس اراوند وسبيس بتوين. تعالوا بقى نخش على السبيس بتوين اللي هو بيخلي في مسافه ما بينهم. بص بيخلي في مسافه ما بينهم. تاني حاجه برضو اللي هو سبيس اراوند اللي بيخلي المسافه اللي بره نص اللي جوه. بالظبط كده. تالت حاجه واخر واحده فيهم اللي هي سبيس ايفنلي بتخلي المسافه ما بينهم تبقى ايه بالتساوي. يبقى سبيس ايفنلي بيخلي المسافه ما بينهم ايه تبقى بالتساوي. طب احنا عايزين نعرف بقى ليه الجزء مثلا الجري ده واخد الهايت ده بس، يعني ليه مثلا مش واخد السكرين كلها او نص السكرين؟ يعني هو ليه واخد الجزء ده؟ عشان احنا قلنا هو بيتشكل بناء على اكبر شايلد موجود جواه من حيث الهايت. هم كلهم نفس الهايت، اللي هم احمد ومحمد ويوسف، اللي هم الثلاثه تيكس دول، هم واخدين نفس ايه نفس الهايت. فتعالوا مثلا دلوقتي نكبر الهايت بتاع كلمه احمد، نعمل باك سلاش ان، دي بتعمل سطر جديد، ونسمي مثلا ميدو. دي خلتنا ايه كاننا عملنا سطرين تحت بعض. نعمل كنترول اس اهو. بص بقى كلهم اصلا الديفولت بتاعهم بقت سنتر زي ما احنا قلنا ان هو الكروس الديفولت بتاعه سنتر. بقت محمد ويوسف موجودين في النص، واحمد وميدو. والجزء الجري ده الهايت بتاعه زاد عشان احنا زودنا ان هو بياخد اكبر شايلد موجود جوه اللي هي احمد وميدو. طب تعالوا بقى ندي هايت مثلا للكونتينر اللي هو الجزء الجري ده عشان يبان الكلام ده اكتر. نعمل كنترول الت سبيس وهايت نخليه مثلا 100. نعمل كنترول اس او بص هدي بنت اكتر. حتى احمد وميدو نزلت تحت في الاول ليه؟ هي اصلا كانت هي الوحيده اللي محشوره عشان هي كانت اكبر شايلد، ما كناش مدين هايت للكونتينر، فالكونتينر نفسه كان متشكل بناء على الشيلدرن اللي موجودين جوه. تعالوا بقى نجرب بقى هنا في الكروس اكسس نشوف هيبقى عامل ازاي. نخليه مثلا ستارت هتلاقيه طلع هنا فوق، نخليه اند تلاقيه هنا في الاخر. ركز بقى في دي بقى في الاسترتش، شوف اللي هيحصل. مش هياخد السكين كلها المره دي. بص ما خدش السكين كلها. ليه بقى؟ عشان احنا المره اللي فاتت احنا كنا شايلين دلوقتي كونتينر الهايت، لما شلنا الهايت كان ايه، لو شلنا الهايت دلوقتي هياخد السكرين كلها. بص هنعمل كنترول اس ادي خد السكرين كلها. حطينا الهايت هتلاقي ايه اتشكل على الجزء ده بس. ليه؟ لان هو اصلا هو انت الكونتينر خليته محدود، الجزء الجديد ده بقى واخد هايت اللي هو ال100، فخلاص هو مش هيتمدد اكتر من كده. لكن انت لما بتشيل الهايت من الكونتينر فبتخليه بقى يبقى ايه يبقى حر. لكن انت دلوقتي لما بتديله بقى الهايت خلاص هو مش هينفع يستريتش اكتر من كده، انت مديله جزء محدود فيه يشتغل عليه. ويلا بينا بقى نخش على ايه المين اكسس سايز. نعمل كنترول الت سبيس، نشوف التايب بتاعه ندوس عليه اهو مين اكسس سايز. برضو مين اكسس سايز نعمل دوت اوبريتور. عندك حاجتين المينيمم والماكسيمم، دول هم الشائعين فيهم. ايه الفرق ما بين المينيمم والماكسيمم؟ يلا بينا نخش على اول حاجه المينيمم. انت دلوقتي قبل ما انا لسه عملت شرم انت شايف العرض واخد ايه الجزء كله، يعني واخد حرفيا الجري العرض كله. يعني كنترول اس راح لفين لحد يوسف، بس الجري بقى الجزء اللي هو يوسف. ليه؟ هو الجزء المينيمم ده بيتشكل يعني العرض بتاعه لحد ايه اخر شايلد عندك. يعني انت مثلا لو زودت مثلا افات في حرف يوسف اهو، كلمه يوسف اهي هتلاقي كبرت شويه اهو، ادي الجري زاد. نمسح شويه اهو هتلاقيها صغرت. بص هتلاقي الجري قل.
طب دلوقتي لو خلينا بقى ماكسيمم هتلاقيه خد العرض كله. والحمد لله كده خلصنا الرو. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنطبق بقى على الابلكيشن بتاعنا اللي هو يوزر بروفايل اب. هنعمل اللي هو ازاي تضيف صورة في الابلكيشن بتاعك، وهنعملها باستخدام اللي هي سيركل افاتار ان شاء الله. ومع السلامة.